ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم يمنى من عالم يمنى. عارفه ان انا متاخره عليكم، وعارفه بقالي فتره ما نزلتش فيديوهات، بس انا عايزه اقول لكم ان الايام دي أنا تعبانه فيها جدا. ادعوا لي. عايزه اطلع اتكلم معاكم في حاجات كتيره قوي، بس ان شاء الله يجي وقته. هطلع اتكلم معاكم. بحبكم قوي. النهارده، هو مش النهارده، هو كان امبارح، بس انا عملت ايه؟ مقلب في احمد. قلت له هو كان عيد ميلاده امبارح، تمام. عملت فيها لا مبالاة، ما قلتلوش حتى كل سنة وانت طيب. ما نزلتلوش بوست كده على الفيس اعيد عليه او اي حاجة خالص نهائي. حتى هو مستغرب، مش دي يمنى اللي انا عارفها، مستغرب مني. المهم، قاعد طبعا متضايق، يقول لي ايه الساعة تيجي 12. اقول له طب فيها ايه يعني؟ مش لازم اقول لك كل سنه وانت طيب. لما يجي عيد ميلادي ما تقوليش انا كمان كل سنه وانت طيبه. وهكذا بقى على الموضوع ده، فضلنا على الموضوع ده. النهارده بقى قام زعلان مني، وقعد قال لي ايه، انا مش رايح ولا جاي في حته، ومش نازل من البيت ومش عارف ايه. قلت له طيب، مامته بعتت له يا احمد تعالى اتغدى معانا وكده عشان هما جنبنا، يعني احنا ننزل. قلت له خلاص خد كارما وانزل. وانا اتحججت بقى بقصه البيت، قلت له هروق البيت وانزل وراك. عملت له بقى يا جماعه حاجه زي الجاتوه، حاجه زي التورته، مش عارفه، هو اختراع مني عملته. بس بقى صورته لكم وهنزل لكم الطريقه في الفيديو ده. عايزه اقول لكم انكم وحشتوني قوي 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 قوي. حطوا لي لايك وكومنت سبسكرايبات قلت. فعايزاكم تعملوا سبسكرايب اللي كان مشترك قبل كده ولقى الاشتراك اتشال، يرجع يعمله تاني. بحبكم قوي، و عايزاكم بقى تقولي لي اعمل افكار، شجعوني. انا يا جماعه حاسه ان انا زهقانه ومخنوقه كده، مش عارفه، قولوا لي اعمل ايه. بس بقى فانا كنت هنزل لاحمد بوست، بس قلت لازم اعمل فيلم قلب ده. حابه اقول له كل سنه وانت طيب، كل سنه وانت معانا. اكيد العيد ميلاد ده بتاعك مختلف علشان كرومه معانا، ربنا يخليها لنا. انا البيت كله هدوء كده، ليه؟ لان كرمه تحت معاه. فانا حابه اقول له كل سنه وانت طيب، كل سنه وانت معانا. ويا رب يا رب دايما كده مع بعض. اي نعم، احنا نار ونقير وقط وفار، بس القط ما بيعرفش يعيش غير مع خناقه. بحبك قوي. ربنا يخليك ليا ويبعد علينا العين يا رب، ويخلي لنا كرمة كده يا رب، وعقبال سنين كتير في سعادة وهنا. في كلام كتير بيبقى الواحد عايز يقوله، بيقف قدام الكاميرا بينسى كل حاجة. بس بقى تعالوا نشوف انا عملت الكيكة ازاي والجاتوه او التورتة، ونشوف برضو ردة فعله على اللي انا عاملاه له. بس هنا انا معايا كوباية ونص دقيق، ونزلت عليهم بمعلقة بيكنج باودر كبيرة، وحطيت رشة الملح اللي هي السنة، وهندخلهم زي ما انتوا شايفين كده. ودي المواد الجافة. هجيب بقى الخلاط واحط فيه كوباية ونص سكر. السكر يا جماعة يكون ابيض فاتح، ويكون اللي هو ايه، مش الخشن، يكون ناعم. ونزلت عليهم بكوباية ونص لبن، يعني قد السكر قد اللبن. انا معاري، يعني المعيار انا اللي عاملاه بصراحة، يعني ده اختراعنا. وحطيت كوباية زيت، ونزلت عليه بربع كوباية كاكاو. عايزة اقول لكم لو انتوا الكاكاو بتاعكم مش دارك زي الكاكاو ده، حطوا نص كوباية، تمام. ده كاكاو خام ودارك جدا. المهم ضربتهم لغاية ما الخليط بقى تقيل. خدت كوباية منه على جنب كده، عشان الخليط ده انا هزين بيه الاختراع اللي انا عاملاه، الكيكة او التورته. المهم دلوقتي بعد ما خدت منه كوباية، هجيب بقى بيضتين، وهنزل على الخليط ده. بوريكم الكوباية اللي خدتها. هنزل على الخليط ده ببيضتين، وهنزل عليهم بكيس فانيليا وشوية خل. الخل بيساعد على ارتفاع الكيكة، وان هي تبقى هشة ومفيهاش زفارة.
حلو. وبعد كده بقى هجيب المكونات دي هضربهم علشان اخفف الخليط ده، بلم الحاجة الخليط اللي هو على جنب الخلاط ده عشان يبقى الخليط متناسب معايا. هنا بقى هنزل على الخليط الجاف مع الخليط السائل وهقلبهم مع بعض في اتجاه واحد علشان مفيش هوا يخش طبعا في الكيكة، لان الكيكة لو دخل فيها هوا بيبقى فيها فقاعات كده كأنها واحدة حامل بصراحة. بس يا جماعة بقى جبت القالب البايركس ده ودهنته كده نقطة زيت، هو كده كده مبيلزقش فيه حاجة بس برضو قلت ايه ادهنه، الواحد مش ضامن. دهنته، كنت خايفة اخبطه زي ما كنت بعمل في الصينية، قلبته بس كده يا دوبك ظبطته. هنا بقى ايه دخلتها الفرن على درجة حرارة يعني متوسطة، وبعد كده فتحت الشواية حاجة بسيطة. جبت بقى الكريم جانتيه وبقى هبدأ أعمله. جبت كيس ونزلت عليه بمكعبات تلج وكوباية مية متلجة، مية أو لبن. منزلش بكوباية مرة واحدة، نزلت شوية بشوية شوية بشوية زي ما انتوا شايفين كده. قعدت أضرب فيه. أنا عايزة أقول لكم إن الجو كان حر جدا مش مستحمل، يعني أنا بنزل بالمية والكريم جانتيه بيعلى معايا ويعمل فوم معايا. زي ما انتوا شايفين كده احنا ضربنا الكريم جانتيه. عايزة اقول لكم بقى قولوا لأحمد كل سنة وانت طيب في الكومنتات عشان هو هيشوف الكومنتات بتاعتكم. زي ما انتوا شايفين انا عمالة اضرب في الكريم جانتيه هو لغاية ما الاقيه متماسك معايا كده، احس ان هو بقى تمام. هحطه في الفريزر، يعني انا عمالة اضرب فيه زي ما انتوا شايفين اهو. عايزة اقول لكم ان الاختراع ده كل اللي ضايقه بصراحة عجبه وقالوا لي ايه اعملي منه تاني. انا بوريكم الخليط بقى تمام اهو زي الفل، بس برضو قلت ايه ادوس عليه دوسة كمان. وبعد ما دوست عليه لميته كده، وبعد كده قلت ايه احطه بقى في الفريزر لغاية ما اطلع الحاجة من الفرن. هنا بقى انا كنت طلعت الكيكة زي ما انتوا شايفين كده وقلبتها بحيث ان هي تبقى ظهرها لما بينزل عليه اللي هو اللي انا بسقيها بيها ده بيبقى حلو، فاهميني؟ بس بسقيها بلبن ومعلقتين من صوص الشوكولاتة اللي انا عاملاهم. بصوا بسقيها كلها بحيث كلها ما يبقاش فيها اي حتة فاضية. المهم بعد ما سقيتها سبتها في التلاجة بحيث ان هي تبرد وتهدى من الفرن لما انزل عليها بكريم جانتيه ما يسيحش. حاولت بقى اوزع الكريم جانتيه زي ما انتوا شايفين، انا ما عنديش اللي هي بتساوي الكريم جانتيه، بس ان شاء الله انا لما انزل هبقى اجيبه. تمام. فانا دلوقتي بحاول اسوي الكريم جانتيه، ما كنتش عارفه اسويه بايه. جاتلي فكره ان انا ابل البتاع ده وافضل اسويه بيها، حاولت اسويه على قد ما اقدر ومسحت الاطراف. جبت بقى الصوص ده قلت اخففه بشويه لبن كده بحيث ما يبقاش تقيل، فاهماني؟ بس قعدت انزل عليه بشويه لبن كده لغايه ما دوبته، وده بقى الصوص المطلوب. قعدت الكريمه بالكيكه في التلاجة تستريح، وبعد كده هنزل عليها بالصوص الشوكولاته. حاولت اظبطه على قد ما اقدر بس الجو حر جدا فتحس الحاجه ساحت، بس على قد ما اقدر ظبطت الموقف بشويه شوكولاته كنت بشربها. وحاولت اكتب عليها ايه كل سنه وانت طيب حرف الايه، وكل سنه وانت طيب. اول مره امسك الكيس واعمل كده في حياتي، فكان معاق بس كفايه فرحته عندي دي بالدنيا. اكيد انتوا شفتوا الوصفه. بصوا انا عملتها اهي، بصوا الطبقات بتاعتها، بصوا اهي، بصوا الطبقات عامله ازاي. حاولت اكتب عليها، انا مصورها لكم بالكاميرا الاماميه. بس عايزه اقول لكم ان هي شكلها حلو. انا عملتها بس انا مش هينفع اكل منها لان انا ممنوع مني الحاجات دي. الله الحمد لله. بس بقى يا جماعه خليكم معايا دلوقتي، اخد الحاجه دي احطها في كرتونه كده عندي، اخدها وانزل بيها بقى كاني جايبها له من بره. خلاص اضحك عليه، هو طيب والله يعني بيرضى بقليله، بيرضى باي حاجه والله. بس بقى هاخد له الاختراع اللي انا عاملاه ده ونشوفه مع بعض، بيقولي الاختراع ده حلو ولا مش حلو. انا هاخد ارائهم، مش عارفه اقول لكم حلو ولا مش حلو عشان مش هاكل الحاجات المسكره. هاخد ارائهم وتشوفوا بقى.
بص، وانت بتقطع التورته اللي انا عاملاها لك يعني، اتمنى امنيه في جواك وقول لنا حاجه. اه الف هنا. بس ايه رايك في المقلب اللي انا عملته فيك النهارده؟ لا يا دي احمد، عشان هلال من امبارح هعملها مفاجاه ماما. ايه رايك؟ عملت ايه؟ عملت فيها لا مبالاه صح؟ يلا قطع بقى. ايوه. لا ما تقطع، ماشي كمل. كنا نقطعها حتت كبيره يعني، بس ماشي. ايوه قطع دي حتتين بقى. ايوه. هنا بقى كنا بنرقص الست كرومه. هي اصلا اول ما تسمع اغاني تشغل تسقيف على طول، سقف سوسه سقف سوسه، تفضل تشتغل وترقص زي احمد عدويه كده. تقعد تهز ايديها. تقولي ايه لاحمد في عيد ميلاده؟ اقول له كل سنه وانت طيب يا احمد، عقبال يا رب كل سنه وانت استنى الواحد ايوه سنين حلوه في حياتك يا احمد يا رب، ودايما منور الدنيا كلها، ربنا يحميك يابا يا رب. الواحد بيجي جنب الكاميرا وينسى كل الكلام. الكلام الحلو بقى. ايوه كرمة يا عسل، وعقبال مليون سنه بخير وسعاده وهنا يا رب. تفرح بكرمة يا رب. الشرمه كده عسل، تشوف عروسات اللهم الدنيا. امين يا رب. اللهم ربنا يحميك ويحفظك يا ابني. احمد، عايزين ناخد رايك في اللي انا عامله لك. معرفنا بقى رأينا بقى. لا تدوقوا دور ده بتاعك بكل امانه وصدق ودقه، اهم حاجه. تحفة. طريه هشه هشة. ناعمه. نعم. تسلم ايديك. قلبي انا. تسلم ايديك. دويها بقى يا ماما، احلى حته لاحلى ماما. حبيبتي دويها بقى. والله من غير ما ادوق. لا دويها. حقيقي تحفه. الف تسلم هنا. ايديك يا ام كرمه العسل. الف هنا. كده يا رب ما تفرح بكرمه وتشوفيها كده يا رب عروسه، احلى عروسه قد الدنيا دي كلها يا رب. يلا نيسا هدى كمان هتقول انا جايه رايها. معاكي، انا جايه معاكي. لا بعيد. لا انا وانا باكل جد. تسلم ايدك يا كرمة يا عسل. ألف هنا. وبكده يا جماعة خلص الفيديو بتاعنا. كان فيديو لذيذ واجتماعي كده. هكتر من الفيديوهات دي الفترة الجاية إن شاء الله. احنا كده خلصنا الفيديو بتاعنا. ما تنسوش تحطوا لي لايك وكومنت وسبسكرايب، بحبه جدا. وما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام وسلام.